مباشرة مرحبة المواد فلاحية. إلا كنتي فلاح ومهتم بهذا المجال تبع هذا الفيديو غادي تلقى فيه جميع المعلومات لك. بسم الله وعلى بركة الله. اللهم يسر ولا تعسر. الله إلا لقينا معنا مرضيين في هذا الصباح، إلا لقينا مع شي مسخوط. أول حاجة غادي نبداو بها، غادي نبداو مع الزرع. الناس كلها كتسوي على الزرع وكتسوي على القمح، من بعد غادي نجيو للأثمنة كاملين ديال الفول، ديال الشعير، ديال الحمص، ديال اللوبية. غادي نعطيكم أي حاجة بالتفصيل، ولكن أول حاجة غنبداو بها هو الزرع. هذه راها فايزة، فرينة فايزة، المليح اللهم بارك 300 درهم. الشعير اللهم بارك. بالنسبة للسلعة اللي نقية وصافية وبيضة راها الثمن ديالها 3 دراهم، آخر ما كاين 3 دراهم. وبالنسبة للسلعة اللي صفراء على قد الحال مويان راه كاينه ب 55 وكاينه ب 56. في الفيديو الجاي غنعطيكم النوع الثاني ديال الشعير، اما هذا راه الثمن ديالو 3 دراهم. سلعة نقية ما فيها لا طراب لا والو، مزردة ديال العلف ولا ديال الزريع، بحال اللي بغيتي، المهم مليح راه كاين. اللوبية ديال المغرب ماشي ديال كندا، السلعة اليوم راها طالعة، ما كاينش قل من 10 دراهم. الا غدي ب 10 دراهم راك عندي سلعة ناقصة على قد الحال. 10 دراهم الماكسيم ديال السلعة، ولا باغي المليح والطياب ضرب على 10 دراهم ورد فوق. هانتوما غادي تسمعوا الثمن من عند الفلاح دابا. حبس ما تكملش هذا الفيديو، والله العظيم الا بعض المره كنصرفوا من جيبنا يلاه كنجيو حنا وياكم بحساب. علاش ما ديرش متابعه؟ ياك الدعم فابور، حنا كنجيو وكنديروا مجهود حتى نتوما خليكم معانا. بغينا هاد الصفحه تكبر، علاش ما توليش فيها مليون ولا 2 مليون ديال المتابعين وكان شي محتوى تافه وراكم طلعتوه. المهم غنكملوا معكم الفيديو وما تمشيوش فيه. عطاوه 220 هذا والمليح تيقول 260 المليح والطياب. اللهم بارك. خذ المغرب ولكن البيوضيه والنقاء والصفا. العدس اليوم راها موجوده بكثره، السوق راه عامر ماشي بحال السيمانه اللي فاتت. اليوم العدس راها موجوده، الثمن كاينه ب 8 دراهم وكاينه ب 9 دراهم. سلعه ديال الدراوش 8 ب 9 وكاينه حتى ب 7.5، ولكن سلعه على قد الحال، صفراء وفيها النصاص وفيها التراب. بالحق الا باغي المليح بحال هذا، السلعه مزرده ومليحه حبه على حبه، ما تحتاجش تهضر مكان 10 دراهم او 11 درهم. الا باغي المليح والماكله والطياب. الحلبه كاينه سلعه ناقصه ب 6 دراهم، ولكن الماكسيم ديال الحلبه راه 7 دراهم، 7 دراهم و50. علاش بنادم تيقول لك انت ديما كتعطينا نفس الاثمنه؟ راه ما يمكنليش نزيد من عندي، انا راه كنقول لك الواقع. السوق راه ما غاديش يطلع ب 4 دراهم ولا ب 5 دراهم، السوق يلاه راه كيطلع بدرهم او لا كيطلع ب 50 فرنك. اللي كاين راني تنقولوا. الفيديو راه جديد بتاريخ 7 في شهر 7 2026. القمح البلدي اللهم بارك مازال كيديروه الناس اللي في العروبيات القدامين. واحد السيد في التعليق قال لي واش القمح كيتزرع في المدينه؟ لا، يعني الناس كيديروه دوك الناس البساطه، يعني اصحاب القصامي الصغارين، ماشي السيد كيف له واحد 200 ولا 300 قطار غيديرها قمح. لا، هذاك راه كيضرب الزرع فرينه فايزه ولا فانديره ولا شي حاجه. القمح باقي كيديروه هما القصيمات الصغار، الناس اللي كيديروا قصيمات صغارين في العروبيات. المهم ما عندنا غرض، ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. هاد السلعه راه الثمن ديالها 3 دراهم و50. الا ما عندك 70 راك ما غاديش تاكل القمح مليح. القمح مليح راه ساوي الثمن ب 3 دراهم، ب 3 دراهم وشويه راه تشري غير السلعه على قد الحال. القمح راه ديما غالي وزايد نغيزه على فايزه وعلى الزرع بصفه عامه. هذه راها كواداليس، هي راها مخلصه ب 300 درهم. المليح اللهم بارك من تما للرحى. الا ما كاينتيش ارجو ولا كواداليس ولا فايزه طحين بلا ما نحتاج تشري. كرسانه ديال العلف اللي باغي يبرع البقر ولا الغلم، واخا الحال سخون شويه دابا، ولكن كرسانه راها الفعاليه ديالها ديما 7 دراهم و50. فرينه فايزه هي على قد الحال. شحال هذه 56. المهم ديال الدراوش، ولكن سلعه زوينه، نقي وكل. الفول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المليح السوبر ديال السلعه اليوم كاينه السوبر ديال السلعه الكاليتي 18 درهم، يستاهل 13 درهم. الفول راه فيه 5 ولا 4 ديال الانواع، بادي من 100 110 حتى ل 13 درهم، يعني تقريبا لا بغيتي تقول واحد 7 دراهم ولا 8 دراهم ديال الفرق. هذه الفيليه هذه راها غير 110 وغير ب 100 ريال كاينه ديال العدد. الا باغي تشري الفيليه اللي كنتي باغي تعلم. وهنا غادي يسالي الفيديو ديالنا. اللي عجبك المحتوى واقتنعتي به خليه معك متابعه، انا ما كنردهمش.